دي عايزه اليونايتد نيشنز. خدت بالك؟ فانا وصلت الحقيقه، قمت قايم في القعده وكلمت مرتضى، قلت له مرتضى انت عارف ان انا بحبك وانت راجل تاريخك كويس وعملت انجازات كويسه، والكلام يعني ان هو جاب فرقه وعمل فرقه وعمل مبنى وعمل شخصيه الحقيقه برضو المستشار مرتضى شخصيه محترمه، ومهندس محمود شخصيه محترمه، بس احنا كتير. بس برضو عايزين نكمل بقى مبادرات الصلح ده يا كابتن سمير. اسم الله عليك، هو ده بقى اللي انا عايز اوصل له. بس انا بقى جايب لك حد حبيبك في مبادره جديده، واكيد ان شاء الله مش هتقول لنا لا. طيب خلي حضرتك معانا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا فندم. استاذ سيف ازيك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ انا مش شايفك، انا في النادي فوق حمام السباحه. كابتن سمير معانا على التليفون. صاحب المبادرات. صاحب المبادرات. يا عم اعمل مبادره لنفسك يا عم سمير الاول. تعمل مبادره لنفسك الاول. انت خلاص احنا نسينا خلاص. طب ما تيجي نعمل حاجه. لا هو لا ما نسيناش، هو ثابت على المبادره وكله تمام من امبارح، بس هو المستشار مرتضى منصور داخل مبادره جديده. هو مبادره ايه؟ واحنا بنطلب من مرتضى حاجه. مرتضى حبيبنا وكلنا ومحسوبين على بعض. انا بقول لمرتضى طب كابتن سمير لازم تسمعنا يا مرتضى. كابتن سمير دقيقه واحده، كابتن سمير دقيقه واحده بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. استاذ سمير، في بني ادم مش عايز اقرا تعامل مبادره يعني، يسلط عيال كده سفله تقعد تقل ادبها. تمام؟ وانا عارف ان العيال دي قاعدين على حجر البني ادم ده كده، ما بقاش فيه مبادره. والنبي يا فندم المبادره اللي اتفقنا عليها مش عايزين نبوظ الدنيا، ربنا يخليك. ثانيه واحده. مرتضى لا اديني فرصه. انا هتكلم. انا اول. لا انا النهارده قاري في جورنال احدى الجرايد، واخد بالك، عيل اسف رقيع قال الادب بسفاله. تمام؟ في جريده النهارده. تمام؟ عايز اقول للي مسلطه اي عيل من اللي تبعه هيغلط. انا ما بعملش معارك مع عيال صغيره. تمام، انا هجيب الكبير على طول. مالناش دعوه بالحته دي، نخش على المبادره الثانيه. يا سيف لا يا سيف لازم انا اتكلم. اتفضل يا كابتن سمير. بص يا مرتضى حبيبي، ان احنا قلنا ان الهدنه اللي احنا فيها دي ان مطلوب منها ان احنا نهدى، ومش انت بس تهدى، اعلامك واعلامه، ناسك وناسه، كل الناس دي لازم تهدى. لو ما هدوش خلاص انا بدات المبادره ومديت خلاص، زي كل واحد في حاله، انت في حالك وانا في حالي وهو كلام محترم. خلاص خلينا نتكلم بقى في المهم بقى. اتفضل يا فندم. دلوقتي انا ملاحظ يا استاذ سمير، ما تزعلش مني، انك عامل حمله على راجل محترم اسمه المهندس خالد عبد العزيز. لا دي هذا الرجل اكمل كلامي. خلاص انت سؤال، انت موضوع ثاني، ده الموضوع بتاعي. ايوه ده موضوع ثاني يا كابتن سمير، موضوع ثاني. انا عايز اكمل كلامي. اتفضل. تمام؟ الراجل ده انا اتعاملت مع وزراء كتير، لم ارى في حياتي احترام وادب زي علي الدين هلال، زي ممدوح البلتاجي، زي خالد عبد العزيز. ثلاثة في منتهى الادب طبعا مع احترامي. بص انا هختصر الموضوع بس. لا اسمعني. انت هتسمعني. انا اذا ما انا عملت يا مرتضى معاك. طب استنى يا كابتن سمير معلش، هريحك. كابتن سمير دقيقة واحدة بس، هو هيقول المفيد. وبعدين نتكلم. اتفضل يا فندم. بقول تاني مع احترامي لطاهر ابو زيد والعمري فاروق، بالرغم انهم اهلاويه، لكن عملوا شغل محترم. وانا بقول لك تاني اهو، في الفتره اللي هم قعدوها. تمام؟ لكن انا ملاحظ ان الراجل الوحيد اللي بيدعم الانديه، بيدعم الاتحادات في هذا الوقت العصيب اللي فيه خناقات في الوسط الرياضي، هو المهندس خالد عبد العزيز. وانا ملاحظ. طب اسمع بقى ثانيه واحده اكمل. هيفنش يا كابتن سمير، هيفنش وخلاص. اتفضل يا استاذ هجوم ممنهج. ثانيه واحده. ممنهج في وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه. مع العلم انا اختلفت مع الراجل ده كتير في حاجات كتيره جدا جدا جدا، منها مشكله الصحفيين اختلفت معاه فيها، مشكله الدعم المالي. مثلا انا بعمل مشروعات ب 100 مليون يديني 2 مليون ويقول لي اصل الاهلي هيقول زيك. تمام؟ لكن مع ذلك بقول لك هذا الرجل نظيف اليد، راجل محترم. والحمله المسعوره ثاني، الحمله المسعوره، وانا يعني صعبان عليا انك انت بسوء يعني باسف يعني مش عايز اقول سوني عشان انت طيب خلاص، وربنا يمكن نجاك ربنا نجاك فعلا. وانا فرحت امبارح لما شفتك والله يا استاذ سمير في التلفزيون، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا نجاك. هذا كان امتحان من ربنا وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. طب اسمع بقى، اسمع كلامي بقى، هريحك يا عم هريحك. انت دلوقتي انا عامل القصه، انا عامل قصتك مع محمود طاهر، اعمل قصتي مع خالد عبد العزيز. خلاص. نعم. ايه؟ انت تولى الموضوع ان احنا نقعد. يعني هو كابتن سمير مرحب بالصلح يا سياده المستشار وحضرتك تتولاه. الهدنه تبدا من يوم الساعه 7 مساء.
خلاص تمام. ادي واحد. اثنين، عايز اقول لك حاجه، انا حزنت انك انت امبارح قلت هتنزل مجلس الشعب يا سمير في قائمه مش عارف مين. يا سمير ده انت قد القائمه كلها، انت سمير زاهر، انا زعلان منك. قائمه ايه بتقول يا مرتضى؟ انت سمير زاهر ماركه مسجله، تنزل في كفر سعد، تنزل في دمياط، تنزل في اي مكان، انت ما تخليش حد يشعلق فيك يا عم سمير. ده حضرتك كلام سياسي. خلينا في المبادره يا سيادة المستشار عشان ما نروحش، عشان ما تروحش مننا والنبي. ده قول له موضوع ثلاثه. ثانيه واحده والنبي يا عم سمير. اتفضل. هو كل ما خالد غندور يسمعك اغنيه كنت فين والحب فين والكلام تقعد تخبي وشك؟ هو انت يا ابني عايش قصه حب؟ احنا نقول للدكتوره. اسمع مرتضى، اسمع يا سيف، انا دلوقتي انا موافق. اسمع، ده ما هو الراجل شرفني وخلص الموضوع انتهينا فيه. انا دلوقتي بقول له اكلم خالد عبد العزيز ونقعد انا وانت وخالد في اي وقت هو يحدده. تمام. بس هو برضه بيقول لحضرتك حاجه يا كابتن سمير، هو بيقول لحضرتك ان زي ما ابتدى المبادره امبارح من الساعه 12 المستشار التزم، حضرتك هتنهي المبادره من النهارده الساعه 7. الساعه 7. طب خلاص اسمع، هنام لحد ما نخلص المبادره. طيب انا اولا انا سعيد سمعت صوتك، ربنا يخليك. سعدت بيك امبارح والله في مع خالد الغندور. وانت اي حد هيختلف معاك، لكن في النهايه انت راجل فرحت المصريين 3 دورات مع بعض. بس للاسف 4 مرتضى، كل مره اقول لك 4 تقول لي رابعه، كل مره اقول لك 4 تقول لي رابعه. حرب اللي هو حرب تمام. عايز اقول لك اي حد ناجح يا استاذ سمير هينضرب بالطوب والحجاره. خلي بالك انت راجل ناجح وربنا يوفقك، سواء بقى انت في اتحاد الكوره، وان شاء الله هنعمل مبادره بينك وبين هنا ابو ريده. اتفقتوا مع مين فيكم يمثل رمز الكره المصريه؟ انتوا الاثنين زي بعض واصحابه. على فكره في محادثات كتيره بيني وبين هنا ابو ريده، بيقول لي اسال سمير مين اكتر واحد صاحبه في مصر؟ مين اكتر واحد صاحبه في مصر؟ انا ابو ريده. والله لا تستمعوا للوشايات، وان شاء الله بعد ما نخلص مبادره المهندس خالد هنخش في مبادره هنا ابو ريده. تمام ان شاء الله باذن الله. بس ربنا يوفق منتخبنا القومي ان شاء الله في تشاد ان شاء الله. سياده المستشار بشكرك الحقيقه، شكرا جزيلا سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكلام الحقيقه محترم كابتن سمير.